رموش الست أو عيون الشهد من أطرى وأطيب الحلويات اللي كلنا بنعشقها ودايما نشتريها. بتكون موجودة من ضمن الحلويات المشكلة اللي بنشتريها، وعاوزين نعرف ازاي بتتعمل وبتطلع دايبة كده ومرملة وتكون متماسكة في نفس الوقت. ورمضان من غيرها ما ينفعش، لازم تجربوها مرة كده بعد الفطار وشوفوا النتيجة عاملة ازاي. عملتها قبل كده السنة اللي فاتت وناس كتير جربوها وعجبتهم جدا، وبدأوا كمان يطلعوها اوردرات من كتر ما هي جميلة ودايبة زي اللي بنشتريها بالظبط. متأكدة منكم هتجربوها وترجعوا لي تقولوا لي في الكومنت ان هي طلعت معاكم جميله. بس اهم حاجه كملوا الفيديو للاخر علشان تعرفوا كل النصايح. اول حاجه هتعملوها الشربات، والشربات بيكون وسط عشان تطلع معاكم متماسكه، ما يكونش خفيف قوي. هنحتاج كوبايتين من السكر وكوبايتين من الميه ونص عصير ليمونه، وممكن تحطوا ملح الليمون لو متوفر عندكم. وملح الليمون مش بنحطه كتير عشان لو زودناه بيبوظ الشربات، فحطوا عصير ليمون احسن. ومعلقه من عسل الجلوكوز. عسل الجلوكوز بيحافظ على لمعتها وفي نفس الوقت بتكون كده متماسكه. لما بتيجوا تشتروها بتلاقوها طريه ودايبه وفي نفس الوقت كده محافظه على شكلها. هناخد بقى الشربات ونرفعه على نار تكون عاليه في البدايه، بس نقلب الاول عسل الجلوكوز في النص كده من غير ما نجيب السكر بقى يمين وشمال على جوانب الحله، لا هو بيدوب بس او ينزل من المعلقه وتوقفوا تقليب. هتسيبوها لمده 10 دقايق بعد الغليان، يعني اول ما تغلى بتهدوا شويه وتحسبوا 10 دقايق بالظبط زي ما حصل دلوقتي. خلاص عدت ال10 دقايق. اخر حاجه بقى بحط الفانيليا، المنكهات ممكن تحطوا ميه زهر زي ما تحبوا بقى، وبعد كده بنطفي عليه. هنسيبه يبرد في حراره المطبخ على ما نحضر عجينه الرموش. العجينه عاوزاكم تركزوا معايا فيها قوي عشان هقول لكم نصائح كتير. هنحتاج كوبايه من الزبده تكون بدرجه حراره المطبخ وتكون طريه. طيب انا كندا كان عندي الزبده محطوطه في التلاجة وكانت جامده جدا وكنت عاوزه اعملها دلوقتي، فسيحتها وبعد كده خدت المقدار بتاعي ودخلتها التلاجة يعني لمده تلت ساعه او ربع ساعه كده لحد ما بقت متماسكه، يعني متماسكه زي ما انتم شايفين كده. لان الزبده احنا عاوزين نخفقها وتكون ناعمه وطريه جدا. انا استخدمت المضرب اليدوي علشان خاطر كل ما بخفق فيها تكون بيضه اكتر وتكون خفيفه. فكينا الزبده من بعض. هنزود عليها نص كوبايه من السكر البودره، لو مش متوفر عندكم البودره تطحنوا السكر العادي، بس اهم حاجه تستخدموه بودره عشان تطلع معاكم ناعمه مش كده فيها كريستالات من السكر. وممكن تسالوني برضو ممكن يا ندى نستخدم بدل الزبده السمنه؟ ينفع جدا، بس النتيجه بتكون يعني مش اقرب للي احنا بنشتريها اكتر، فهمتوا؟ فعادي ممكن تحطوها تطلع معاكم جميله برضو. وعن تجربه يا جماعه لو استخدمتوا السمنه هتطلع معاكم جميله ما تقلقوش. بعد كده هتزودوا بيضه وبياض بيضه، والصفار التاني هنسيبه لتلميع الوش. يعني احنا كده حاطين بيضه كبيره وبياض بيضه والصفار سايبينه على جنب علشان نلمع بيه. بعد كده هنزود نص كوبايه تكون حلوه كده من سميد البسبوسه و4 معالق كبار من جوز الهند. والمقادير هتلاقوني كاتباها بالكوب والجرام كالعاده، دايما اكتبها لكم في صندوق الوصف علشان لو هتاخدوها سكرين شوت. سبت المضرب وبدات اقلب بالمعلقه او بالاسباتيولا علشان المضرب هتلزق فيه الحاجه وهتدخل فيه ومش هتعرفوا تقلبوا كويس. هتقلبوا كل المكونات الجافه دي، وزودت عليهم كوبايتين من الدقيق. ونوع الدقيق اللي انا مستخدماه جميع الاغراض اللي هو متعدد الاستخدامات، ورشه من الملح ونص معلقه كبيره كده من البيكنج باودر 5 جرام بالظبط. والدقيق انا نخلاه علشان ما يكونش فيه تكتلات. ونصيحه منه في الاول حطوا كوبايتين الا ربع من الدقيق، بعد كده تسيبوا ربع كوبايه على جنب بحيث لما العجينه تمتص الدقيق كويس وتلاقوها ان هي طريه ومش محتاجه توقفوا زي ما حصل معايا كده. يعني انا نوع الدقيق بتاعي خد كوبايتين، انتوا نوع الدقيق بتاعكم ممكن ياخد كوبايتين الا ربع، فاهمين؟ يا دوب كل المكونات اللي احنا حاطينها في الطبق دي تختلط مع بعض وما تلاقوش يعني حاجه من الدقيق ظاهره، تكون كلها عجينه واحده زي ما انتم شايفين ما شاء الله. لو زودتوا في التقليب وفضلتوا تقلبوا فيها كتير وتعجنوا هتشغلوا الجلوتين اللي موجود في السميد والدقيق اللي انتم مستخدمينه، فتطلع معاكم معضمه وناشفه. لو ضغطتوا عليها كده ولقيتوها مش بتشقق من الجوانب اعرفوا ان المكونات مظبوطه. لو شققت معاكم يبقى اعرفوا انكم زودتوا الدقيق شويه. ففي الحاله دي بتجيبوا بقى حته كده من الزبده تكون طريه وتقلبوا فيها لحد ما تلاقوها طريه، وبعد كده توقفوا ما تقلبوش كتير. وان شاء الله لما تعملوا زي ما قلت لكم تحطوا كوبايتين الا ربع في الاول مش هتطلع معاكم يعني مشققه ابدا. بالنسبه للتشكيل احنا بنشكلها 3 اشكال زي ما عملتها معاكم قبل كده. عملتها على التيك توك والانستجرام، وحتى المره اللي عملتها الاولى كنت حاطه فيها زيت والمكونات كانت مختلفه شويه او كبيره شويه. المهم الشكل الاول بيكون على شكل رموش، الشكل التاني بيكون بيضاوي زي ما انتم شايفين كده، والشكل التالت
اللي هو الدائري. انا بجد جربت ال3 انواع دول في المحلات، وكل محل كده بتلاقوه بيعمل شكل معين، وده الشكل الرموش اللي هو الشائع جدا بتاعه. انا بقى هشكل كل الكميه بنفس الطريقه اللي قلت لكم عليها كده. اخر حاجه هنجيب صفار البيضه اللي قلت لكم عليها في الاول، وفانيليا، ونص معلقه كده من الخل، ما تكتروش خل علشان بس ايه يضيع الزفاره وما تكونش كده فيها اي نكهه من الزفاره. ممكن تسالوني ممكن ندهنها بالحليب بدل البيض او بدل صفار البيض، فالحليب مش هيطلعها بنفس اللون اللي انتوا بتشتروه، هي اساسها انكم تعملوها بصفار البيض. هلمع كل الكميه كده. في الوقت اللي احنا بنلمع فيه الرموش نكون مشغلين الفرن على حراره تكون عاليه لمده 10 دقايق، الفرن يكون سخن فيها وخلاص خدت الدرجه المطلوبه. بنهدي بقى ال 180 اللي هي الحراره تكون وسط، ما تكونش عاليه عشان ما تنحرقش، وما تكونش هاديه تطلع معاكم ناشفه. هنجيب الشوكه ونعمل لها خطوط كده رايح جاي على الشكل اللي هو البيضاوي والرموش، الدائري لا، علشان تاخد شكل جميل جدا. هدخلها بقى الفرن لمده 20 دقيقه، هتاخد 20 دقيقه من تحت و5 دقايق من فوق، ما تزودوش عن كده عشان ما تنحرقش معاكم. واول 10 دقايق او بعد 10 دقايق افتحوا عليها شوفوها خدت لون، الحراره مثلا عاليه تهدوها، كونوا كده مركزين وانتوا بتخبزوها عشان تطلع معاكم مظبوطه. هي بتكون سخنه مولعه والشربات بيكون دافي ما بيكونش بارد، عشان لو هو بارد هتطلع معاكم يعني ايه مش طريه قوي. وكل كميه الشربات بنحطها، مش بنخلي اي حاجه، بنغطيها بقى، ودي حاجه جميله قوي علشان خاطر تفضل طريه. وعاوزاكم بعد ما تسيبوها 20 دقيقه كده تتاكدوا ان هي شربت من فوق ومن تحت. ما تشربتش من فوق بتقلبوها، يعني بتخلوا الجهه اللي فوق تحت وكده، يعني لحد ما تتاكدوا ان هي اتشربت تماما. وفي النهايه هتاكلوها بقى مرمله ومليانه عسل كده وجميله جدا. شايفين يا جماعه منظرها ولونها عامل ازاي؟ يعني حرفيا لما تجربوها هتخلصوا الطبق من كتر ما هي جميله. والكميه دي حلوه قوي انكم تبداوا تجربوا فيها، مش زي كل مره بعمل لكم كميات كده كبيره، ولما بنيجي نقسمها بتكون طريه ومرمله كانكم كده بتاكلوا بسبوسه. جربوها النهارده او بكره، متاكده هتعجبكم، وابعتولي الصور. اهم حاجه حطوا لايك لو حبيتوا الفيديو عشان تدعموني وتدعموا الفيديو، متعوب عليه جدا يا جماعه. اشوفكم على خير في فيديوهات تانية. باي باي.